ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ انا حبيت ابدا الفيديو النهارده بالنشاط اللي هنشوفه مع بعض في الفيديو ده. طبعا كلنا اول ما بنشوف الميه والصابون ومغرقين الدنيا ميه كده، الصراحه بنحس بالنشاط وبحس ان احنا نفسنا نقوم نعمل زيها كده وندلق ميه. اي نعم بيبقى مجهود طبعا، ولو المكان فاضي بيبقى احسن. زي ما انتوا هتشوفوا كده هي دلقت ميه كتير. انا عن نفسي بحب الحركه دي الصراحه، خصوصا في الصيف بتحس بانتعاش كده وتحس ان بطراوه اول ما بنعمل الحركه دي، رغم ان زي ما انتوا شايفين بيتها مش سيراميك ولا حاجه. ارضيه المنزل زي ما انتوا شايفينها كده بسيطه جدا، بس بشويه الميه والصابون دول هتخليهم او هتخلي ارضيه منزلها او بيتها بيلمع ما شاء الله. الصراحة أنا حبيت الفيديو وحبيت أبدأه بالبيت البسيط. احنا طبعا هنشوف في الفيديو واحدة تانية أو منزل تاني في إمكانيات أعلى من كده، بس هوريكم الأول إن المنزل لو بسيط وست البيت نشيطة ونظيفة هتخلي من بيتها جنة. زي ما احنا شفنا كده في المنزل من جوه، وخرجنا بره نشوف لمت كل حاجة حواليها. الصراحة الواسعة والدنيا الواسعة دي جميلة أوي، أنا بحب المنظر ده الصراحة. طبعا بنحيي ستات البيوت النظيفة، ودي بقى بعض فيديوهات يعني بنشوفها وبوريها لأغلبية الستات يعني، او معظمنا بنحب النظافة، والاغلبية زي ما احنا بنشوف في باقي مش الاغلبية طبعا عشان ما نظلمش في باقي الفيديوهات، ان ناس كتير بتسيب بيتها رغم ان عندها امكانيات وعندها يعني ممكن تجيب ادوات، او هي عندها اصلا ادوات انها تستخدمها تساعدها في التنظيف. انما زي ما احنا شايفين كده ست بسيطة جدا بشوية مية وصابون، بس زي ما احنا شايفين شوية مية وادوات التنظيف العادية خالص اللي ممكن تكون موجودة في اغلبية بيوتنا، نظفت بيتها وخلته ما شاء الله زي ما احنا شايفينه كده بالمنظر الجميل ده. وهي ما تعبتش فيه لان هي ايديها في البيت اصلا على طول. ده بالنسبة للمنزل البسيط. هنا بقى جبنا منزل تاني إمكانياته أعلى، عندها أجهزة بتساعدها وعندها مواد وعندها إمكانيات أعلى بكتير من اللي شفناها التانية، بس برضو ده ما يمنعش إن مهما يكون الإمكانيات اللي عندي أو بيت بسيط أو يعني ظروفي على قدها، بس شوية مية وصابون بس كفيلة إن هي تنظف لي مكاني وتخليني مكان نظيف وقاعدة في حتة نظيفة ونشم ريحة النظافة. غير كده بيعود علينا بطاقة إيجابية، رغم ان بيتها زي ما احنا شفناه بسيط، بس ما أثرتش فيه واستخدمت شوية مية وصابون وخلته فله. هنا بقى في المنزل اللي هنشوفه دوت عندها إمكانيات أو أدوات بتستخدمها أو أجهزة زي ما احنا شايفين كده بتساعدها طبعا. وهي الصراحة ما أثرتش برضو في الفيديو زي ما هنشوفه مع بعض. أتمنى الفيديو بجد يعني يحسسنا بالنشاط والإيجابية. وعلى فكرة لو قمنا روقنا مكاننا، لو حاسة بضيق أو حاسة بطاقة سلبية، شوية تغيير كده بسيط، شوية مية وصابون أبسط حاجة، أو شوية مية وصابون ودلقيهم، أو بلاش تدلقيهم لأن طبعا ممكن يغلبوك شوية لو عندك يعني إيه أجهزة كتير أو منزلك مش فاضي يعني في حاجات كتير فممكن تغلبك. المية والصابون الأفضل بندلقها لو المكان فاضي مفهوش أدوات منزلية كتير، إنما بشوية مية وصابون وأبسط حاجة بحتة كده هنمسح مكاننا، هنروق مكاننا، نمسح الأجهزة بتاعتنا، نمسح الموبيليا بتاعتنا، هتحس بطاقة إيجابية. شوية نرش شوية معطر هيفرقوا معانا كتير. خلينا بقى نشوف. انا طبعا بدأت الفيديو بالحياة البسيطة وعشان بس اثبت لكم ان مش شرط يكون عندنا، طبعا ده رأيي في كل الفيديوهات، مش شرط يكون عندي ادوات زي ما هنشوفها في المنزل ده.
يعني تساعدني او كده، شويه ميه وصابون هنعمل كل اللي علينا. الست الشاطره هي اللي بتعمل تروق حتتها وتنظفها، وما تتكلش ان هي ما عنديش وما عنديش، لا الست الشاطره والنظيفه. واغلبيه الرجاله بيحبوا الست الشاطره والنظيفه اللي تحافظ على حاجتها وتقيدها على طول، تكون في بيتها وتنظف على طول. تعالوا بقى اسيبكم تشوفوا الفيديو معايا ونشوف الامكانيات اللي عندها. اي نعم مش عندنا كلنا الامكانيات دي، بس ده احنا بنتفرج مع بعض ونعرف الدنيا فيها ايه. وهنا طبعا الأجهزة اللي شايفينها معانا دي، رغم انها ممكن تكون حاجات انتوا شايفينها لو شايفينها بسيطة، بس طبعا بتفرق كتير وبتساعدها في تنظيف بيتها بسرعة، في ترتيب بيتها. ممكن تبص تلاقيها فرقت كتير، حاجات بسيطة بس ممكن تفرق في ستايل البيت، في التنظيم. زي ما احنا شايفين كده عندها أجهزة كتير، بس أكيد بتساعدها وأكيد بتفرق معاها. زي ما احنا شايفين كده حتى المنظمات اللي هي جايباها دي بتخلي ستايل البيت أو يعني ما بتحسش بالزحمة في البيت، الستايل حلو، بتساعدها جدا. طبعا المنظمات دي حاجات بسيطة بس هتفرق معانا وهتخلي منظر بيتنا حلو وهتساعدنا. فطبعا ده كله حسب إمكانياتنا، كل واحد مقتدر هيجيبها، واللي مش مقتدر هيمشي أموره برضو بحاجة تانية، مفيش حاجة تقف معانا يعني. صدقوني السعادة عمرها ما كانت ان انا اسكن في قصر ولا حاجة. هنشوف مع بعض في الفيديو ازاي الشباب الحلوين اللي معانا دول من مكانهم البسيط او منزلهم البسيط هيحاولوا يجددوا فيه ويغيروا فيه ويوصلوا لأحسن حاجة بالرضا والتعاون مع بعض. هيعملوا حاجة يحبوها او هيغيروا من شكل بيتهم وهيشوفوه احلى مكان في الدنيا. اسيبكم تستمتعوا بالفيديو، اتمنى الفيديو يعجبكم.
اتمنى من كل قلبي يكون الفيديو عجبكم وادانا لو شوية طاقة ايجابية وشجعنا ان احنا نقوم نتحمس وننظف مكاننا. اكيد هو نضيف كل حاجة زي قلوبكم النظيفة، بس ما يمنعش ان احنا هنقوم كل يوم نروق مكاننا. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.